نجم ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ أكثر مدرب مطلوب حاليا في أوروبا. تشافي ألونسو اللي كان نجم كلاعب وحرز مجموعة من الألقاب ومنها 3 ألقاب تاريخية مع إسبانيا: كأس العالم 2010 ويورو 2008 ويورو 2012 و14 لقب رفقة الأندية اللي لعب ليها منها ريال مدريد، بايرن ميونخ وليفربول. تشافي ألونسو اللي قرر ينهي المسيرة ديالو مبكرا شيئا ما عن سن 34، قرر تشافي ألونسو أنه يعتزل كرة القدم، وكان آنذاك رفقة بايرن ميونخ. من بعد قرر تشافي ألونسو أنه يدخل الميدان التدريب. تشافي ألونسو اللي قرر يبدا المهنة ديال التدريب بالتدريج وما ينقصش المراحل، ودرب الفئة تحت 13 سنة ديال ريال مدريد، وتمكن انه يحقق معهم موسم اللي كان رائع: 22 انتصار، تعادل في 23 مباراة، وفاز معهم بالبطولة آنذاك. الموسم الثاني تشافي ألونسو غيقرر يزيد خطوة أخرى للأمام وغيدرب الرديف ديال ريال سوسيداد. اللي كان كيلعب في الدرجة الثالثة في الدوري الإسباني. ومرة أخرى تشافي ألونسو غيستطيع أنه يحقق إنجاز مع الرديف ديال ريال سوسيداد ويصعد بهم الدرجة الثانية في الدوري الإسباني. ومن بعد ما تشافي ألونسو جمع مجموعة من الخبرات والتجارب، فقرر سنة 2022 أنه يدرب باير ليفركوزن، واللي كانت مغامرة كبيرة من تشافي ألونسو بحكم أن باير ليفركوزن آنذاك كان كيعاني في الدوري الألماني وكان قاب قوسين وأدنى من السقوط، بحيث أنه لما دربهم تشافي ألونسو فكانوا كيحتلوا المركز ما قبل الأخير. أول مباراة لألونسو مع باير ليفركوزن غيعطي إشارات قوية وغيقنع الجمهور وجميع النقاد، بحيث تمكن أنه يفوز على شالكة في الأرض ديالو ب4-0. ومن بعد تشافي ألونسو كيحقق نتيجة تاريخية حتى حد ما كان كيتوقعها في ألمانيا، وكيستطيع أنه يحرز المركز السادس من بعد ما كان الفريق مهدد بالسقوط، وكيأهل فريق باير ليفركوزن للدوري الأوروبي، وتمكن أيضا أنه يوصل نصف النهائي ديال دوري المؤتمر الأوروبي في نفس الموسم. نصف النهائي اللي غادي يواجه فيه جوزي مورينيو من بعد ما كان كيدربو كلاعب، فغادي يواجهه كمدرب. مقابلة الذهاب تمكن جوزي مورينيو أنه يفوز على تشافي ألونسو ب1-0. ومباراة الإياب اللي كانت في باير ليفركوزن، فباير ليفركوزن قام بكل شيء في ديك المقابلة وسيطر على جميع أدوار المقابلة، ولكن المقابلة انتهت ب0-0 بحكم التكتيك الدفاعي اللي اعتمد عليه مورينيو في ذاك اللقاء. ومن بعد النتائج الإيجابية اللي رغم أن تشافي ألونسو جاء وسط الموسم وما كانش كيعرف مجموعة من اللاعبين وماشي هو اللي كان مسؤول عن الانتدابات، فتشافي ألونسو في الصيف قاف مجموعة من الانتدابات وطور اللاعبين ديالو من جميع النواحي، وهذا الشيء اللي خلى باير ليفركوزن هذا الموسم كيقدموا سنة تاريخية ليهم في الدوري الألماني. باير ليفركوزن اللي كيستطيع أنه يوصل 33 بدون خسارة، وكيكسر رقم الباير اللي كان هو 32 مباراة بدون خسارة، وبذلك تشافي ألونسو باير ليفركوزن كيدخلوا للتاريخ ديال الكرة الألمانية. وكيبقى السؤال المطروح: شكون هو النادي المحظوظ اللي غيقدر يفوز بالخدمات ديال تشافي ألونسو في الصيف؟ أغلبية الصحف العالمية فهي كترشح أن تشافي ألونسو غيكون مدرب ليفربول الموسم المقبل، خصوصا أن يورغن كلوب على الرحيل ديالو وعلى ليفربول في الصيف. هادشي اللي كيخلي نسبة كبيرة أن تشافي ألونسو غيكون مدرب ليفربول الموسم المقبل، إلا لكان بيريز رأي آخر وقنع تشافي ألونسو أنه يلتحق بالريال مدريد، ولكن ماشي هاد الصيف، حتى الصيف المقبل، بحكم أن كارلو أنشيلوتي مدد العقد مع ريال مدريد لمدة 2 وبذلك ما غينتهي ليه العقد حتى سنة 2026. وآراء أخرى أيضا تقول أن تشافي ألونسو يقدر يبقى في ألمانيا ويدرب باير ميونخ، بحكم أن توخيل أيضا على الرحيل ديالو على باير ميونخ في الصيف. ولكن جميع الأمور والمعطيات كتقول أن غالبا تشافي ألونسو غادي يدرب نادي ليفربول الموسم المقبل، إلا لطرات شي متغيرات من هنا لقدام. هادشي اللي كان في هاد الفيديو. خلينا الآراء ديالكم، شكون كتشوفوا الفريق المناسب لتشافي ألونسو
في حالة لا غادر باير ليفركوزن، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.